النهارده عيد جوازنا ومستنيه الهديه. جوزي ضحك عليا وجاب لي قفص طماطم، وهو راجع من الشغل لقاها رخيصه، راح جايب لي قفص الطماطم ده وبيقول لي قومي وريني شطارتك وما تطلبيش مني اي حاجه من السوبر ماركت طول شهر رمضان. بذمتكم ينفع كده؟ عايزاكم تقولوا كلمه حق. انا مسكت عاديه الطماطم، فضيتها في طبق كبير زي ما انتم شايفين، ونقطتها طبعا لو فيها حاجه بايظه ولا حاجه رميتها، وغسلتها كويس جدا جدا، وبعدين نقطت الجامده لوحدها والخضره لوحدها والمستويه لوحدها، وطبعا غسلتها كويس جدا جدا. مليت الحوض بتاع المطبخ، اهم حاجه يكون نظيف، ومسكت بقى غسلت كل حاجه مره واتنين وتلاته لحد ما بقت زي الفل. الحله الكبيره الجامده انا شلتها في درج التلاجة، دي للاستعمال بتاعي طول الاسبوع. وخدت المستويه بقى اللي انا هعملها صلصه، حطيت بنجرايه وحطيت قرن فلفل احمر وربع كوبايه ميه، وطبعا مقطعاها كل حبايه طماطم نصين، وسبتها على النار كده بقى لحد ما تنزل كل الميه اللي فيها ولحد ما تستوي خالص. شويه الميه دول عشان بس ما تلسعش مني من تحت، هنسيبها لحد ما تستوي. بصوا كويس قوي 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 وتبقى بالشكل ده. هنسيبها لحد ما تبرد، وبعد كده ناخد شويه بشويه في شفشق الخلاط وهنضربهم لحد ما ينعموا خالص. بعد كده هنصفيها بمصفى ضيقه علشان البذر والقشر. انا كده مصفياها يا بنات، بس قصيت الحته دي علشان مش عايزه اطول عليكم في الفيديو. اهم حاجه نصفيها بمصفى ضيقه ما تنزلش لا بذر ولا قشر. ورجعتها في الحله تاني وشغلت عليها النار، وهنسيبها بقى تغلي كده مع بعضها. هسيبها تغلي شوية كده على النار لحد ما تقصر شوية، علشان هنعمل منها بقى كذا حاجة. انا وربت الغطا كده علشان طبعا ما تفرش، ولما وصلت للقوام ده كده شلتها. هاخد منها شوية كده حوالي لتر طماطم او لتر ونص، تقدروا تعايروا بشفشق الخلاط. وبقية الطماطم حطيت عليها معلقتين سكر ومعلقة كبيرة هرمية من الملح ونص كوباية من الزيت، ودي اللي هتبقى معايا صلصة. اما اللي في الحلة اللي استانلس دي اللي انا هعمل منها الكاتشب بقى، هسيبها كده تغلي كام غلوة كده على النار لحد ما القوام بتاعها يتقل. وبعد كده بقى هنحط بقية الإضافات بتاعة الكاتشب. أما بقى الحلة الكبيرة دي أنا هقلبها من وقت للتاني، وأول ما تغلي عندي ههدي عليها النار خالص علشان ما تلسحش مني من تحت. تعالوا بقى نشوف الكاتشب بعد ما غلي كده. هنحط نص معلقة من الملح، هنحط معلقة من الثوم البودر ومعلقة من البصل البودر، وهنقلبهم كويس جدا كده مع بعض عشان ما يكلكعوش معايا. حطيت اللي هو القرنفل المسمار ده، حطيت منه 2 وقلبتهم كويس جدا. ضفت كمان نص كوباية من السكر، وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها، ورشة فلفل اسود او رشة فلفل ابيض، ولو انت بتحبيه سبايسي حطي نص معلقة من الشطة اللي هي الحامية الناشفة اللي هي المجففة. وهنجيب نص معلقة من النشا في ربع كوباية مية، ندوبهم كويس ونضيفهم على الخليط ده. وهنبتدي نقلب بقى لحد ما القوام بتاعنا يبقى القوام بتاع الكاتشب. هندوقه ونشوف لو هو محتاج سكر تاني ممكن تضيفي معلقتين بالتدريج لحد ما يظبط معاكي زي الجاهز بالظبط. ضفت كمان دلوقتي نص كوباية خل. انا حطيت تفاح على خل ابيض، تقدري تحطي خل ابيض ماشي، خل تفاح ماشي، زي ما انت عايزه. انا حطيته في الاخر عشان الريحه بتاعته والطعم يفضل ما يتبخرش. تمام كده. هناخد بقى من الكاتشب ده كمان كوبايتين علشان نعمل صوص الباربيكيو. هنحط ربع كوبايه من السكر البني، ولو ما عندكيش سكر بني حطي سكر ابيض عليه معلقه عسل اسود. وهنحط كمان نص كوبايه من الخل ونص كوبايه من الميه. هنضيف معلقه من الصويا صوص لو موجود عندنا، مش موجود خلاص. معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر، معلقه ونص من البابريكا المدخنه ودي بتبقى موجوده عند العطار، ورشه شطه لو انتوا عايزينه سبايسي، ومعلقه نشا ومعلقه عسل اسود. كل ده على البارد، انا ما ولعتش لسه البوتاجاز. هنقلبهم كويس جدا جدا على البارد، وبعد كده نولع البوتاجاز ونقلب فيهم باستمرار لحد ما القوام بتاعي يتقل. عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمه احلى من الجاهز 100,000 مره. اول ما يغلي كده بصوا القوام بتاعه، القوام بتاعه مظبوط جدا جدا. عايزين بقى هنحط الكاتشب كده في الازازه وهو سخن لحد ما نملى الازازه بتاعتنا كده، وهنغطيها كويس جدا. ولو احنا عايزين نحفظ الكاتشب ده فتره طويله 6 شهور ممكن تحطوه في اكياس في الفريزر. ودلوقتي هنعبي الصوص بتاع الباربيكيو. انا سبته لما هدي شويه وبعدين عبيته عشان دي بلاستيك، ودي انا هستخدمها على طول، هحطها في التلاجة هستخدمها على طول. تمام. بعد كده بقى هنعبي الصلصه. طبعا البرطمانات دي زي ما قلت لكم متعقمه، هنحط فيها، وطبعا ناشفه، هنحط فيها الصلصه بتاعتنا.
وهنملاها لحد الاخر خالص، مش هنسيب اي فراغات. وهقول لكم ازاي تحفظوها لمدة 6 شهور او سنة كاملة بره التلاجة. هنغطيها كده، وطبعا دول كلهم الغطيان كمان متعقمة. وهجيب حلة هحط فيها فوطة او مناديل كده وشوية مية لحد ربع البرطمانات، وهنحطها على النار. وممكن كمان نحط ازازة الكاتشب معاهم، وهنسيبهم حوالي ربع ساعة كده على النار. بقية الصلصة بقى انا هكيسها كده في اكياس على قد الطبخة، هحط مغرفتين ونص كده في كل كيس، هتبقى حلوة قوي على قد الطبخة. واليوم اللي هنعمل فيه محشي بقى او مكرونة وعايزين نزود، ممكن نطلع كيسين. وطبعا انتوا عارفين في رمضان الاكل بنعمل على القد عشان ما يترميش، حرام. فما تحطيش اكتر من مغرفتين ونص او 3 مغارف بالكتير. هنكيس بقى كل الكمية اللي فاضلة بالشكل ده كده. طبعا شايفين اللون والقوام عامل ازاي، بجد تحفة. هنيجي بقى للطماطم الخضراء اللي انا نقطتها من عداية الطماطم، ودي بقى في المخلل حكاية. هناخد الكبيرة، طبعا غسلينها كويس جدا، هناخد الكبيرة هنقطعها 4/4 او نصين. اما بقى الطماطم الصغيرة بس هشقها شقة من الجنب كده زي ما بنشق الزيتون كده. وانا محضرة البرطمانات ومعقماهم. هعمل المحلول الملحي، هيبقى عبارة عن لتر مية، 4 معالق كبار من الملح، معلقتين من السكر، ومعلقة من خل التفاح، وعصير ليمونة واحدة بس. هنعبي بقى كل البرطمان اللي هو متقطع لوحده، وهنخلي السليم في برطمان لوحده. المتقطع ده ممكن ناكل منه بعد 15 يوم او بعد 3 اسابيع، اما السليم ده هخليه لرمضان. حطيت رشة كمون في كل برطمان، عودين كرفس كده مقطعاهم في كل برطمان. هنحط كمان توم متقطع، وهاخد المحلول الملحي اسقي بيه الطماطم بتاعتنا. انا حطيت عصير ليمونة واحدة بس علشان الطماطم يعني حمضية، فهي بتبقى مززة أصلا. تمام، حطيت ورقة لورا وبس كده. وطبعا شطة خضراء في المخلل بتبقى جميلة جدا جدا. وبقى عندنا تخزينات وتفريزات ومخلل رمضان من الطماطم. طبعا مش دي كل عادية الطماطم اللي أنا كنت جايباها، أنا مخلية نص عادية الطماطم جامدة في التلاجة أسحب منها، واللي طبعا اللي بتطرى معايا كنت بستخدمها الأول، وبتقعد زي ما هي في التلاجة. بحط في الدرج بتاع التلاجة ورقة من تحت خالص أو فوطة ناشفة، وبرص فيها الطماطم، بتفضل عندي ممكن شهرين ما بيجرالهاش أي حاجة. ده صوص الباربيكيو، شوفوا القوام بتاعه عامل ازاي، ولونه وطعمه أحلى من الجاهز 100,000 مرة والله العظيم. وده كاتشب كمان، بجد تحفة. يلا بقى قوموا جربوا الوصفات دي عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك.